مرحبا بكم. رجعت لكم بعد غيبة طويلة بوصفة تونسية تعمل 66 كيف يحبها الكبار والصغيرات، وتنجموا تعملوها لومجة لصغيراتكم بمناسبة العودة المدرسية. هي ملاوي تتكون كيلو سميد و250 جرام فرينة وزيت وماء وملح. وتوا نبداو نحطو مع بعضنا السميد في العجانة ونضيفوا عليه الفرينة ونضيفوا عليهم 2 مغارف ملح صغيرات، ونقعدوا نضيفوا في الماء بشويه بشويه. الماء لازم يكون سخون. كيف ما تشوفوا نقعدوا نصبوا في الماء بشويه بشويه حتى لين تحصلوا على عجينه لحشتنا بها، ونخليها تتعجن بالباهي حتى لين تحسها ولات بيضة ورطبة. وطو باش ندهنها بشوية زيت زيتونة. تنجموا تبدلوا في عصير زيت زيتونة زيت نباتي حسب الإمكانية اللي عندكم وحسب الحاجة الموجودة عندكم. هي بالزيت النباتي تطلع لكم خفيفة. طو نكعبرها كعبورات صغيرات ونعبيها بالزيت من فوق. ومن بعد باش نغطيها وندهنوا البلاصة بالزيت باش نبداو نحلوا كعبة الملاوي متاعنا. ندهنوا ايدينا بالزيت بالباهي والقلقال بالزيت. وكل ما نحلو العجينة ندهناها بالزيت، كل ما نحلو برتين ندهناها بالزيت. ما شاء الله طلعت لنا الريسات ناجحة 100%. كل ما تتعجن كل ما تزيد تطلع خير العجينة. شوفوا ما شاء الله كيفاش طلعت لنا فيها انبال. هذيك دليل انها الملاوي ناجحة 100%. ولازمنا نحطوا الطاجين متاع الملاوي يسخن بالباهي بالباهي. من بعد باش نهزوا الملاوي متاعنا نحطوها فوق الطاجين. شوفوا ما شاء الله كيفاش نفخت، وهيك تعرفوا الملاوي متاعكم اللي هي ناجحة 100%. ومن بعد تالي كل كعبة ملاوي نخرجاها نغطيها في الصحن اللي معمول بالمنديلة باش تقعد لنا طرية. وتوا باش نحضروا كعبات الملاوي متاعنا بالهريسة والفرماج والطن والعظام والبطاطا. كيف ما تنجموا زادة تعملوها بالشوكولاتة بالفرماج بالمعجون بالعسل، تعملوها باللي تحبوا انتوما. تهزاها لومجة لصغيراتكم للروضة للمدرسة، تعملها عشوية ما شاء الله. معناها تنجم تعملها بأي حاجة تحبها انت، وحويجة تكون نظيفة ومتعدار وحاجة بنينة ويحبها الناس الكل. وهذه ريزلتا فينال ان شاء الله تنال اعجابكم يا ربي. ما نحكي لكمش على البنه، نحبكم انتوما تجربوا تعطيوني رايكم في كومنتات. وتوا ما بقالي باش نقول لكم كان باي باي، ونرجع لكم ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه. وما تنساوش باش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير.